شاء الله جل في علاه أن نجتمع أنا وإنسان في منطقة عمل، هو ينتمي إلى تيار وأنا أنتمي إلى تيار آخر. ليس هناك أي نقطة توافق بيني وبينه. الآن إما أنه يؤثر علي وإما أنا أؤثر عليه، لكن دائما الحق يعلو ولا يعلى عليه، وصاحب الاستقامة المفترض أنه يؤثر ما يؤثر عليه الآخرون. سبحان الله، هو من جدة وأنا من الظهران، نعمل لنفس العمل في مهمة عمل في منطقة جيزان. أمرنا أنا وهو بالاجتماع هناك حتى نؤدي العمل. سبحان الله، اجتمعت أنا وإياه، منظره تماما يختلف عن منظري، توجهاته تختلف تماما عن توجهاتي، أفكاره تختلف تماما عن أفكاري. قلت في نفسي كيف ستكون هذه المدة مع هذا الشاب، وهو قال في نفسه نفس الكلام، قال 3 أشهر فترة عمل مع هذا، لا أدري كيف ستمر الأيام وتنقضي. جمعنا مكتب واحد، وجمعنا مكان نوم واحد، وجمعتنا سيارة واحدة نروح ونجيء أنا وإياه. سبحان الله، إن كنت من أثر تركته عليه فهو أني لا أقبل بالصلاة إلا في المسجد. إن كان هناك أثر أقول أني وضعته عليه، أني لا أقبل بالصلاة إلا في المسجد. سبحان الله، في بعض المؤسسات وفي بعض المباني قد تكون هناك غرف تقام كمصليات، مع العلم أن المسجد قريب. إذا لم يتعود الإنسان أن يحث الخطى إلى المساجد فما قيمة هذه الأقدام؟ إن لم تتعود أن تخطو وتسير إلى المسجد، إلى الطاعات، إلى الجمعة والجماعات، فما قيمة هذه الأقدام؟ سبحان الله، أول صلاة حلت وأنا وإياه في المكتب، قلت هيا نصلي. قال الغرفة قريبة. قلت لا، أنا ما أصلي في الغرف، أنا ما أصلي إلا في المسجد. قال كلهم يصلون في الغرفة. قلت أنا لا أصلي إلا في المسجد. أحبتي، المسجد لا يبعد أكثر من 100 متر أو 200 متر، فكيف نستثقل الخطى إلى المساجد؟ إنك ما خطوت لله خطوة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. متى ستعرف هذا؟ يوم توضع الموازين ستعرف قيمة الخطى التي كنت تخطوها. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أجر الخطوات إلى الله وإلى الطاعات أبدا ما تضيع. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. سبحان الله، بدأ يخطو معي إلى المسجد مع كل صلاة، بدأ يتعود على الذهاب والروحة إلى المسجد. سبحان الله، معي في غرفة واحدة، فهو مضطر أن يقوم لصلاة الفجر. سبحان الله، ثقيلة جدا صلاة الفجر كانت عليه، يستغرق وقتا طويلا حتى يستطيع أن ينفض الفراش وينتبه من رقدته ومن غفلته حتى يجيب منادي الصلاة خير من النوم. سبحان الله، كم هي ثقيلة الطاعات على ضعاف الإيمان، وكم هي سهلة على من سهلها الله عليه. سبحان الله، بدأ يتعود يستيقظ لصلاة الفجر، بدأ يتعود يذهب ويروح إلى المسجد، وبدأت حياته تتغير. صاحبي كان على موعد مع حياة جديدة بدايتها انطلاقه من المسجد، وهكذا ينطلق الشباب مع الهداية من المساجد يا رعاك الله. أي هداية ليس مبناها المسجد وبيت الله فليست بهداية حقيقية. أي هداية لا تربطك ببيت الله فهي ليست بهداية حقيقية. إنما يصنع الأبطال في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. سبحان الله، الشهر كان شوال بعد رمضان، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن ننتهي من الطاعات ثم نباشر الطاعات.
من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كتب له كأنه صام الدهر. سبحان الله، أيام معدودة، 6 أيام. البعض قد يصوم شهر كامل ثم يستثقل هذه الأيام ال6. سبحان الله، كنا في أحد المكاتب فقال قائل في ذلك المكتب: اليوم تفطرون معنا. فقلت: لم نبدأ الصيام، نبدأه غدا. فقال صاحبي: صيام أيضا، ذهاب إلى المسجد واستيقاظ لصلاة الفجر، الآن تريد أن تلزمنا بالصيام أيضا؟ قلت: وما الذي يؤخرك عن الصيام؟ أما صمت رمضان؟ قال: بلى. قلت: إذن ما الذي يمنعك أن تنال مثل هذا الأجر؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. سبحان الله، ما نستثقل أمور الدنيا ولكن نستثقل الطاعات. متى سنعرف أن العمر ما أعطيناه إلا لنصرفه في الطاعات والقربات والتقرب من الله رب الأرض والسماوات؟ سبحان الله، من اليوم الثاني بدأنا الصيام. لك أن تتخيل منظر صاحبي وهو يستيقظ قبيل الفجر بنصف ساعة حتى يشرب كأسا من الحليب أو كوبا من اللبن ويأكل شيئا من الطعام استعدادا للصيام. سبحان الله، بدأ يتعود صاحبي على إقامة الصلاة وعلى التقرب إلى الله بالقربات من صيام وقراءة قرآن. أتممنا من الصيام 5 أيام، ثم جاءتنا مهمة عمل إلى جدة، فاضطررنا إلى السفر وقطعنا الصيام. تبقى علينا يوم واحد، قلت نصومه إن شاء الله إذا رجعنا من السفر. سبحان الله، مكثنا في جدة ما شاء الله أن نمكث، ثم رجعنا. اليوم الثاني فإذا بصاحبي يذكرني يقول: يا شيخ، باقي علينا يوم صيام، قلت: سبحان الله، الذهاب إلى المسجد والروحة إلى الطاعات والانشغال في القربات غير حياة صاحبي. هذا ما يحتاجه الشباب اليوم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحان الله، في تلك المنطقة ارتبطنا بكلمات ودروس ومحاضرات. سبحان الله، بدأ صاحبي يقول لي: أنت تذهب إلى المساجد بعد نهاية الدوام للكلمات ولقاء الشباب، أريد أن أرافقك. قلت: أبشر بالذي يسرك، والله لن أخطو خطوة إلا وأنت معي. كان ينتهي من دوامه، كنت أنا أحضر ثيابي معي وأغير في مكان العمل، ثم ننطلق إلى أقرب مكان يكون عندنا فيه ارتباط. سبحان الله، صاحبي بدأ يخالط الأخيار وبدأ يخالط الصالحين، رأى أن منظرهم يختلف، رأى أن كلامهم يختلف، يرى أن سيماهم يختلف عن الآخرين، كلامهم مظهرهم كله مرتبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه الذي قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كم هي الأوامر التي تخالف اليوم، كم هي السنن التي تهمل في حياة الناس اليوم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سبحان الله، مع الوقت قال صاحبي: أنا أريد أيضا أن أجهز نفسي قبل الذهاب إلى الكلمات والدروس والمحاضرات، أريد أن ألبس ثياب نظيفة، أريد أن أتعطر وأتطيب وأنا أخالط الآخرين. سبحان الله، قلت: لك ما تريد. صار هو أيضا يحضر ثيابه، ثم نغير ونبدل وننطلق إلى أقرب مكان يكون عندنا فيه ارتباط. في قرية من القرى كان الارتباط عندنا من صلاة المغرب حتى صلاة العشاء، ثم أصروا علي وقدموني لصلاة العشاء، وأنا أسوي الصفوف. لاحظ، أنا أسوي الصفوف، إذا بصاحبي في ميمنة الصف، ثوبه يخب في الأرض شبر، رأيته يكبكب ثوبه ويرفعه إلى ركبتيه. لما انتهينا وانطلقت أنا وإياه راجعين إلى مكان إقامتنا، قال لي بصريح العبارة، قال: يا شيخ، ثيابي تفشل. هكذا بالحرف الواحد قال لي: ثيابي تفشل. قلت: غير، من الذي يحول بينك وبين التغيير؟ فغير صاحبي ثيابه
غير نمط الحياة رأسا على عقب. بعد أيام وجدته يحمل في جيبه مشطا صغيرا، كل يوم يمشط لحيته، شعيرات صغيرة لا تكاد تظهر. قلت له: لماذا هذا المشط؟ قال: أريد أن تكون لي لحية أحسن من لحيتك، أريد أن تكون لي لحية أحسن من لحيتك. سبحان الله، كان يسألني: ماذا يقولون في دعاء الاستفتاح؟ ماذا يقولون في السجود؟ ماذا يقولون في الركوع؟ سبحان الله، عمره على وشك 30، لا يعرف من الدين شيء. وكثير هكذا يعيشون، لا يعرفون من دينهم شيئا. سبحان الله، أخذ صاحبي يتعلم، كل يوم يتعلم أمور جديدة، كل يوم أمور تحيي قلبه وتغير في حياته أشياء كثيرة. سبحان الله، بعد كل صلاة الناس تخرج من المسجد وهو يجلس في مصلاه، يفتح الكتيب الصغير حصن المسلم الذي فيه أذكار الصلاة وأذكار المساء وأذكار الصباح وأذكار النوم. بدأ صاحبي يتعلم كيف يكون الاتصال بالله جل في علاه، الله الذي قال: فاذكروني أذكركم، الله الذي قال: فلا بذكر الله تطمئن القلوب. بدأت حياة صاحبي تتغير رأسا على عقب، وبدأ صاحبي حياة جديدة شعارها العودة إلى الله، شعارها هداية واستقامة ودعاء وتضرع إلى الله وسؤال الثبات على هذه الاستقامة. جمعتنا غرفة واحدة، كم من ليلة أستيقظ في ساعات الليل الأخيرة أجده فارشا سجادته صافا قدميه بين يدي الله. لقد جرب صاحبي طعم الطاعة، سبحان الله. سألته بعد حين، قلت له: أنت كيف كنت تعيش؟ قال: والله كنا أموات فأحيانا الله. والله الحياة من قبل لا قيمة لها ولا طعم لها ولا لون لها، كنا كالأنعام بل نحن أضل. قال: اسمع كيف كانت طبيعة حياة صاحبي. عمله يبدأ من الساعة 6 صباحا حتى 2 ظهرا، يرجع يأكل ثم ينام، لا صلاة لا طاعات لا واجبات، ينام حتى 11 و12 بالليل، فوت صلاة العصر والمغرب والعشاء، ثم يقول: أمكث ساعات وساعات أمام الشاشات والقنوات حتى يحين موعد عملي ثم أذهب. أي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ إيش قيمة الحياة هكذا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفتكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. تغيرت حياة صاحبي يوم استقام في المسجد مع صفوف المصلين، تغيرت حياة صاحبي يوم بدل الأغنية بالقرآن، تغيرت حياة صاحبي لما بدل الرفقة السيئة بمصاحبة الأخيار، أصبح مثلا يضرب في تلك البلاد. والله من شدة حيائه وخوفه، والله أنه أصبح مضربا للمثل هناك. ما يتلاقى للناس في تلك المنطقة إلا أخبار فلان، من كان فلان كان ميت، وإن كان يشرب ويأكل ويروح ويغدو مع الناس، لكن الناس بلا هداية، موت بلا حياة. الإنسان الذي يعيش بلا هداية ميت لا قيمة له، كما قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شتان يا إخوان بين أصحاب الجنة وبين أصحاب النيران. يستوي الأعمى والبصير، تستوي الظلمات والنور، يستوي الأحياء والأموات، ما يستوون أحبتي. إن نعمة العقل نعمة عظيمة يمتلكها كل إنسان ولا يستعملها إلا قليل. أما يعرف الإنسان ما يضره وما ينفعه؟ أما آن لما أنت فيه متاب، وهل لك من بعد الغياب إياب؟ تقضت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترجوه وهو سراب. وليس للمرء سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب حوى العلوم بكلها، وكل ما حوى من العلوم صواب. يعني القرآن ففيه الدواء لكل داء فاضطر به، فوالله ما عنه ينوب كتاب.
انطلق صاحبي يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث الصحاح بعد أن كان يمضي ساعات وساعات أمام الشاشات والقنوات. فيما قال لي قلت: كيف كنت تخطط لقضاء الأوقات؟ قال: أحضرت معي جهاز فيديو و50 شريط، كنت سأقضي الساعات وأنا أشاهد هذه الأفلام. قلت: أين الفيديو؟ قال: بعته. قلت: وأين الأشرطة؟ قال: كسرتها. قلت: أين الأشرطة؟ قال: كسرتها. وهذا من صدق توبته. الصادق في توبته يتخلص من آثار المعصية، يتخلص من آثار المعصية. وإخوانكم في هذا المخيم يجمعون أشرطة الشر ويستبدلونها بأشرطة الخير. سبحان الله، سبحان الله، أنك تجد من يعينك على الطاعة، هذا فضل من الله جل في علاه، فضل من الله.